السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. النهاردة فيديو جديد، يا رب يعجبكم. النهاردة بقى يوم طويل. هننضف كده المطبخ وهننضف الديب فريزر وحاجات كتير هتشوفوها في الفيديو بتاع النهاردة. وطبعا هنعمل أكل واليوم هيبقى طويل أوي النهاردة. أول حاجة كده زي ما انتوا شايفين، بدأت أفضي الإدراج من طبعا الحاجة اللي كانت فيها، وهبدأ إن أنا أغسل الإدراج وهسيبها تصفي لغاية ما طبعا أنضف الفريزر من الجوه. تمام كده. زي ما قلت لكم معوداكم طبعا في الفيديوهات ان طول ما الحاجه جنبك نظيفه، طول ما انت نفسيتك تبقى مرتاحه وانت داخله المطبخ. آه طبعا في ناس كتير كده، انا من ضمن الناس دي اللي ما بعرفش يعني اخش المطبخ والاقي مثلا التلاجة متبهدله. آه مثلا المطبخ مكركب، او ممكن يكون مكركب بس ما بسيبهوش آه على طول، يعني ايدي فيه على طول. ما باحبش الدنيا تبقى مكركبة. طبعًا أنتِ ما بتبقيش لوحدِك في المطبخ، فده داخل وده خارج، فطبعًا ده بيبهدل وده بيبهدل. عايزة أقول لكم بُصّوا، وأنا باطلّع الدرج ده طبعًا التلج كان لسه في الفريزر فاتكسر مني، فطبعًا هاحاول أصلّحه وهالزقه كده بأمير أو أي مادة وهاضبّطه. يعني أنا ما باسيبش حاجة مكسورة، يعني ما شاء الله عليّا ما باحبش الحاجة تبقى قدّامي مهلوكة، لأ لازم أضبّطها. تمام. نبدأ برضه زي ما أنتم شايفين كده أغسل بقى الإدراج. هنبدأ بقى إيه، أخلّص بقية الإدراج، وزي ما قُلت لكم هاسيبها تصفّي. طبعًا إحنا كل يوم موال تخشي المطبخ، تحضّري الفطار، تروّقي، تغسلي، الموال اللي بنخلص منه بتاع كل يوم. فطبعًا كونِك إنِّك مثلًا تغيّري المود، تنضّفي حاجة في المطبخ، تنضّفي مثلًا شفاط، تغسلي التلاجة، الحاجات دي برضك بتخلّي مودِك بيبقى حلو. وسلام بقى لو مشغّلة أم كلثوم جنبِك. طبعًا وأنا يعني في الفيديو ده كنت مشغّلة أم كلثوم، لإن أنا من النوع اللي ما باعرفش أعمل حاجة إلا لازم يكون شغّال جنبي تسجيل، يعني لازم يكون شغّال من جنبي أغاني. يا إمّا مثلًا باحب أشغّل التهالات اللي هي النقشبندي أو محمد عمران، لازم أكون مشغّلة جنبي أي حاجة عشان أحس إن الوقت بيخلص، مش الموضوع بالنسبة لي ما بيبقاش إيه، مُمِل. تمام. ده كده بقى ده شكل طبعًا الdeep freezer كان كُلّه تلج، وأنا طبعًا كنت مستعجلة عشان عايزة أخلّص المطبخ على طول. بدأت أجيب بقى زي ما أنتم شايفين كده الاستشوار وشغّلته على السُخن، وبدأت كده أعمله لغاية ما بدأ التلج معايا يسيح. طبعًا الهوا السُخن بدأ إيه، يسيّح لي التلج. هو خَد منّي وقت شوية بس عشان أنا كنت مستعجلة وعايزة أخلّص. زي ما أنتم شايفين كده أهو التلج بدأ يسيح وينزل. هابدأ بقى ألِم الدنيا دي كلّها هاغسل طبعًا الdeep freezer من جوّه زي ما أنتم شايفين. وهنا طبعًا الإدراج بعد ما غسلتها كانت صفِّت، وبدأت أرُص بقى كل حاجة مكانها. كده أول حاجة خلّصتها كانت الdeep freezer. هنا بقى كنت دخلت طبعًا على الغسالة. طبعًا زي ما أنتم شايفين الغسالة الفلتر متبهدل، و اللي هي المكان اللي هو بيبقى من فوق ده. عايزة أقول لكم إن المنطقة عندي المَيّة بتاعتها وحشة جدًا، فطبعًا المَيّة عايزة أقول لكم إن هي مبوظة لي الغسالة والله. فبدأت أعمل إيه، بدأت أجيب مَيّة بكلور وأغسل بيها مطرح الأماكن اللي فيها الحاجات السودا دي. طبعًا الكلور أنا جايباه اللي هو الحامي الخام، ف كان بيشيل لي على قد يعني ما يقدر. عايزة أقول لكم إن هو كان بيتشال بصعوبة، لإن السواد ده طبعًا بقى له فترة، و يعني إيه، خلاص جمِّد، يعني يعتبر كان متصلِّب. بُصّوا عايزة شوفوا كده الدرج ده عامل إزاي. يعني عايزة أقول لكم كمية المَيّة اللي عندنا، شوفوا يعني أنتم شُفتوا أهو، بُصّوا الدرج عامل إزاي، ما بالكم بقى الشرب، مَيّة الشرب أو إن كنتِ بتغسلي مواعين. عشان كده أنا حاطة على طول فلتر عندي في المطبخ طبعًا للأكل وللشرب وكده. فطبعًا الغسالة مش هاقدر إن أنا أحط لها فلتر، فحاولت على قد ما أقدر إن أنا أنضّف الإدراج وطبعًا الفلاتر والمكان اللي باحط فيه المسحوق. ففي برضه لسه حاجات كده دي برضه هابدأ أشيلها كده بالسكينة، لإنها دي كانت صعبة عليَّ. برضك هنا كنت خلّصت بقى الغسالة، بدأت أخش على المطبخ. طبعًا أنتم عارفين إن أنا عندي لسه ما عملتش مطبخ. وطبعًا الدنيا مكركبة طبعًا تحت المطبخ زي ما أنتم شايفين. بدأت أشيل الحاجات اللي ما لهاش لازمة، يعني حطيت بس الحاجات اللي أنا عايزاها، أكتر من كده لأ. يعني أنتم شايفين الخلاط والكبة دول شِلتهم بعد ما صوّرت كمان الفيديو. طبعًا بقى دخلت كده على الغدا.
قلت هنعمل اكل ايه النهارده، قلت والله نعمل عدس. طبعا انتوا عارفين الجو ده عايز عدس، يعني التلج اللي احنا فيه ده لازم تعملي عدس. حلو بقى الاكلات اللي هي الشتويه دي، طبعا بتدفي. عملته بقى النهارده كده بطريقه حلوه جدا، غير طبعا اللي احنا متعودين عليها، ان احنا نحطه في ميه ويتسلق. حطيت العدس طبعا غسلته، وقطعت كده جزر وطماطم. كل ما بتكتري فيه الطماطم طبعا بتدي له طعم حلو جدا. هنا قطعت برضو بصلايه كده، وطبعا حطيت 5 فصوص توم، وهبدأ اشوح كده العدس على النار لغايه ما لونه كده يتغير معايا. عايزه اقول لكم الطريقه دي حلوه جدا، وبتدي للعدس طعم حلو جدا غير اللي احنا متعودين عليه. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. هنا بقى بدأت احط التوابل، هنا فلفل وكمون وبهارات، وهنا برضو حطيت ملح. هبدأ بقى اشوح كده العدس زي ما انتوا شايفين كده بالطريقه دي. وحطيت هنا معلقه من الفلفل الاحمر، اللي هي اللي بنقول عليها اللي هي الدقه. تمام. طبعا هنا كنت سخنت ميه مغليه في الكاتل، وهبدا انزل طبعا بعد العدس ما شوحته كويس بدات انزل بالميه السخنه. تمام. هنبدا بقى نعمل ايه تاني. طبعا سبته يتسلق، وهنا حطيت شويه من الزيت، وهبدأ أجيب بقى الشعرية ونبدأ نحمرها. عقبال طبعا ما العدس يكون يستوي أكون أنا حمرت الشعرية. هبدأ أقلبها زي ما انتوا شايفين. عايزة أقول لكم دي أسهل أكلة ممكن تعمليها، ما بتاخدش منك يعني بالكتير قوي نص ساعة تكوني مخلصة الأكل. هنا طبعا كان العدس استوى. هنبدأ نعمل إيه. هبدأ أجيب شفشق الخلاط، وهبدأ أحط العدس زي ما انتوا شايفين، بس أنا سبته يعني يبرد شوية، لأن طبعا لو حطيتي العدس سخن ويكون لسه نازل من على النار طبعا الشفشق بيبوظ منك. فانا بسيبه يهدى شويه، مش يبرد، يهدى بس. وبعد كده ببدا اضربه في الخلاط. هنا بقى كنت طبعا ضربته، ونقلت الشعريه في طاسه كبيره عشان طبعا الطاسه كانت صغيره، مش عارفه اخد راحتي في التقليب. هنا بقى كنت بعمل ايه، كنت بقطع بصلايه كده. الحركه دي بحب اعملها في العدس. في ناس ما بتعملش يعني حكايه البصل دي، يعني مجرد ان هي بتسلق العدس وتحمر الشعريه وتحطهم على بعض كده وخلاص. لا، انا بحب ان انا اقطع بصلايه مع معلقه توم، وببدا احمرهم زي ما انتوا شايفين كده. متهيالي اكله العدس سهله جدا ومش صعبه، واي واحده لسه مبتدئه تقدر ان هي تعملها. هبدا احط شويه من الزيت. طبعا انا ايدي في ال- الشعريه وفي على البصله زي ما انتوا شايفين. هبدأ طبعا احمر الشعرية، وبعد كده هبدأ انزل بيها على العدس، وطبعا هبقى موطية النار. هسيب بقى الشعرية تستوي مع العدس، وعقبال بقى ما احمر البصلاية. وهسيبها على نار هادية. تمام. هبدأ انزل بقى معلقة كده من التوم. هبدأ بقى اقلبها يا دوبك، بس اخلي البصلة تدبل، مش تتحمر، تدبل زي ما انتوا شايفين كده. الطريقة دي بتخلي العدس طعمه تحفة، هتاكلي صوابعك وراه. واحنا عندنا من النوع اللي ما بحبش ان احنا نغمس العدس بالعيش، لا احنا بنقطع العيش زي الفتة، واحط عليه العدس وبناكله زي الفتة، بيبقى طعمه حلو جدا. وده بقى الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.